أيها السادة والسيدات أينما كنتم، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نشرة الأخبار تأتيكم من الفضائية الإريترية، أستهل معكم أنا عبد الله محمد علي بالأهم والأبرز. الاحتفال بتخريج الدفعة السادسة والثلاثين والذكرى الثلاثين لبدء الخدمة الوطنية. فخامة الرئيس سياسة فرقي يفتتح معرض الذكرى الثلاثين لتأسيس الخدمة الوطنية. كلية عالدغيح للتجارة والعلوم الاجتماعية تخرج دفعة جديدة من طلابها. كوريا الشمالية تقول أن إعلان الناتو يحرض على حرب باردة جديدة. بكين تجري تدريبات عسكرية مشتركة مع موسكو في جنوب الصين. اتفاق بين باكستان وصندوق النقد الدولي على حزمة مساعدات. إلى التفاصيل. شهدت ساوا صباح اليوم السبت 13 من يوليو فعاليات الاحتفال بتخريج الدفعة السادسة والثلاثين والذكرى الثلاثين لبدء الخدمة الوطنية تحت شعار ساوا 30 عاما في رحلة مترابطة. وقال فخامة الرئيس سياس أفورقي في كلمته التي ألقاها بمناسبة التخريج والذكرى أنه بمناسبة تخريج الدفعة السادسة والثلاثين حان الوقت لتقييم مساهمة الخدمة الوطنية بعد مرور 35 دفعة باعتبارها المرفق الرئيسي لبناء الوطن بالتزامن مع مختلف التطورات العالمية والإقليمية، موضحا أن الأمر متروك لنا لإجراء تقييم نهائي جدي دون الافتخار بإنجازاتنا والتغطية على عيوبنا ونقاط ضعفنا. وقال فخامته في رسالة خاصة لمنتسبي الدفعة السادسة والثلاثين أنهما ما كانت نتائج امتحانات الشهادة الوطنية الثانوية فلا تتوقعوا النصح لتعملوا بلا ملل ولا كلل من أجل رفع معرفتكم الأكاديمية إلى أعلى مستوى واكتساب المهارات والخبرة من خلال الاجتهاد، مذكرا أولياء الأمور والمعلمين ومقدمي الرعاية بضرورة تقديم واجبهم الضميري المتمثل في المتابعة والدعم. وقال قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبسايجيدة في مراسم التخريج التي استهلت بتحية الشرف وعرض عسكري رائع، قال أن منتسبي الدفعة السادسة والثلاثين منهم 50.2% إناث تلقوا تعليما أكاديميا منتظما للصف الثاني عشر خلال إقامتهم لمدة عام في ساوا، إضافة إلى التعليم السياسي والندوات الرامية إلى الوضع الراهن، مشيرا إلى أنهم تلقوا تدريبات شملت التدريب العسكري والفنون التكتيكية والثقافة العسكرية والأخلاق، بالإضافة إلى أنشطة النفير التنموي واللياقة البدنية، وكانوا جديرين بالثناء في الانضباط والأخلاق. وأضاف العقيد دبساي قائلا أن درجة التقييم الإجمالية للمتدربين في جميع الدورات التدريبية التي تلقوها بلغت 72.9%، ودعا إلى الحفاظ على ذلك وتشجيعها أينما ذهبوا، وعبر عن تهنئته الحارة للذين يؤدون واجبهم الوطني ابتداء من الدفعة الأولى وحتى الدفعة السادسة والثلاثين. وتخلل الحفل المزدوج أغاني ومسرحيات عكست مسيرة 30 عاما وأهداف الخدمة الوطنية. وبهذه المناسبة تم تقديم هدية لفخامة الرئيس إسياس أفورقي نيابة عن أعضاء جمعية الدفعة الأولى للخدمة الوطنية. وفي الختام استلم الفائزون في اللياقة البدنية والتدريب العسكري على مستوى الأفراد والوحدات الجوائز من فخامة الرئيس إسياس أفورقي ورئيس الأركان العامة لوزارة الدفاع الجنرال فيليبوس والدا يوهانس. وأدى المتدربون القسم على تنفيذ أهداف الخدمة الوطنية من خلال العمل المتفاني. افتتح فخامة الرئيس سياس أفورقي معرضا للوحات والرسومات بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس الخدمة الوطنية وتخريج الدفعة السادسة والثلاثين. واطلع الرئيس سياس على مضمون ورسالة المعرض الذي تم تنظيمه بالتعاون مع منتسبي الدفعة الأولى بالخدمة الوطنية ومركز تدريب الخدمة الوطنية. المعرض الذي يضم 75 لوحة و31 رسما تم إعدادهم من قبل الفنانين من أعضاء الدفعة الأولى وحتى السادسة والثلاثين، ويعكس برامج البناء والتنمية ومعوقات الأعداء ونضال الشعب الإريتري، وكذلك برامج تنمية القدرات البشرية.
كما شاهد العرض مسؤولون بينهم وزراء وكبار قادة الجيش. ويشارك في حفل تخريج الدفعة السادسة والثلاثين وإحياء الذكرى الثلاثين للخدمة الوطنية أكثر من 400 منتسب من الدفعة الأولى. قامت كلية الدغيح للتجارة والعلوم الاجتماعية اليوم 13 من يوليو في نسختها 17 بتخريج 736 طالبا، منهم 43% من الطالبات. وكان الخريجون 362 بالبكالوريوس و374 بالدبلوم في مجالات المحاسبة وإدارة الأعمال والإدارة العامة والاقتصاد والمالية واللغة الإنجليزية والجغرافيا والتاريخ والقانون والأنثروبولوجيا والمجتمع والخدمات المصرفية وإدارة الفنادق والسياحة وخدمات المعلومات والمكتبة. وقال وكيل عميد الكلية الدكتور ولد سايت ولد أن التعليم العالي في وقتنا الحالي يلعب دورا هاما في التنمية البشرية وعملية تنمية الدول، قائلا أنه يجب العمل لجعل المناهج الدراسية متوافقة مع احتياجات البلاد وقادرة على المنافسة دوليا. وقال أن كلية التجارة والعلوم الاجتماعية تعمل جاهدة لتخريج باحثين ومواطنين متفانين سيلعبون دورا رائدا في بناء الوطن. وأضاف أنه لتعزيز القدرة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس بالكلية تم إرسال 16 منهم إلى اليابان والصين وروسيا والهند للدراسة على مستوى الماجستير والدكتوراه. من جانبه شكر ممثل الخريجين المعلمين وأولياء الأمور الذين شجعوهم ورعوهم حتى أتى تعليمهم بثماره، وأكد مجددا استعداداتهم لمكافاتهم الشعب والحكومة على العمل المتفاني. وحثت وزير السياحة أسكالو منقريس الطلاب على السعي لتلبية الاحتياجات المهنية للبلاد. وقامت كلية التجارة والعلوم الاجتماعية بتخريج حوالي 13,000 طالب وطالبة في مستويات الماجستير والبكالوريوس والدبلوم خلال 16 عاما ماضية. قدمت إريتريا في 12 من يوليو الجاري التقييم الطوعي الوطني الثاني لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنتدى السياسي الرفيع الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقال الوفد الإريتري أن إريتريا بذلت جهودا قوية في بناء الوطن وتحقيق أجندة 2030، وخاصة قدمت توضيحا مسهبا مصحوبا بالأرقام فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة رقم 4 و5 و6، وهي ضمان جودة التعليم النوعي والمساواة بين الجنسين وضمان المياه الآمنة. وأوضح الوفد أن التعليم هو الركيزة الرئيسية لأجندة التنمية في إريتريا، لذلك يقدم مجاني من المرحلة الابتدائية إلى الكلية. وارتفع عدد المدارس الذي كان في عام 1991 حوالي 500 مؤسسة تعليمية بأكثر من 5 أضعاف إلى 2351 مدرسة بفضل إيلاء الحكومة الإريترية اهتماما أكبر لهذا القطاع، فيما زاد الالتحاق بالمدارس بشكل ملحوظ. بالنظر إلى ذلك ارتفع معدل الأمية في الكبار من 46 إلى 77%، وفي الشباب من 61% إلى 94%. وفيما يتعلق بمسألة المساواة بين الجنسين، قال الوفد الإريتري أن العمل على ضمان المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والحفاظ على كرامتهن هي أولويات وطنية، مشيرا إلى أن النساء يشكلن نصف القوى العاملة و46% من القدرات القيادية والإدارية، مضيفا انخفاض حالات الممارسات الضارة وخاصة ختان الإناث. وفيما يتعلق بخدمات مياه الشرب، قال أن العرض وصل إلى 79% في المناطق الريفية و95% في المناطق الحضرية، مضيفا أن ذلك ساهم بشكل مشجع في الوقاية من الأمراض المنتقلة بالمياه وضمان الصحة العامة ومكافحة التصحر وآثار تغير المناخ وتعزيز الإنتاج الزراعي والقضاء على الفقر. واختتم الوفد الإشارة إلى أنه على الرغم من التحديات بما في ذلك الصراعات الإقليمية والعالمية والعقوبات وقضايا المناخ والأوبئة، إلا أن الاقتصاد الإريتري صمد أمام الجميع وسجل نموا مستقرا، ما ساهم في تحسين سبل العيش وإطالة عمر المواطنين. أفاد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية في مديرية هايكوتا السيد هينوك تسقاي أن الأنشطة الزراعية المطرية في المديرية تسير بشكل جيد.
وأشار إلى أن الأنشطة الزراعية يتم تنفيذها في 12 ضاحية من خلال 10 جرارات خصصتها الحكومة وأخرى خاصة. وقال أن الأمطار مكنت المزارعين من الزراعة في الوقت المحدد. وأضاف أنه من المقرر زراعة ما يزيد على 12,000 هكتار من الأراضي هذا العام. ومن المنتظر أن يتم تنفيذ الخطة بفضل مساهمة الجرارات التي نشرتها مؤسسة القلال والمواشي، وحث المزارعين على عدم انتظار الجرارات التي خصصتها الحكومة فقط. وقال الشاب حسن محمود عضو مؤسسة القلال والمواشي أنه على الرغم من أن محدودية معرفة المزارعين بأساليب الزراعة الحديثة، إلا أن وعيهم زاد بفضل المساهمة السنوية التي تقدمها مؤسسة القلال والمواشي. سيداتي سادتي، نتوقف مع هذا الفاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. وفي أنبائنا العالمية، نددت كوريا الشمالية بأشد العبارات الممكنة بالإعلان المشترك لحلف شمال الأطلسي الناتو الذي أدان شحنات الأسلحة المزعومة من بيونغ يانغ إلى حليفتها روسيا، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. في بيان مشترك بمناسبة قمة المنظمة في واشنطن، أدان رؤساء دول الناتو بيونغ يانغ التي اتهموها بتأجيج الحرب الروسية الأوكرانية من خلال تقديم مساعدات عسكرية مباشرة إلى موسكو. وعبرت الخارجية الكورية الشمالية عن تنديدها بأشد العبارات الممكنة ورفضها إعلان الناتو، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية. ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الوزارة قولها أن إعلان الناتو هو برنامج عدواني يحرض على حرب باردة جديدة، مواجهة عسكرية عالمية، ويتطلب قوة جديدة وأسلوب عمل جديد ضده. أعلنت الصين أنها تجري تدريبات عسكرية مشتركة مع روسيا في جنوب أراضيها، بعدما حذرت طوكيو خلال قمة الحلف الأطلسي من الخطر المتزايد جراء النشاطات العسكرية المشتركة بين البلدين. وباشر جيشا البلدين في مطلع يوليو مناورات جوينت سي 2024 على أن تستمر حتى منتصف الشهر، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الصينية. وأوضحت الوزارة أن التدريبات البحرية والجوية هذه في محيط مدينة جانغيانغ في محافظة غواندونغ بجنوب الصين تهدف إلى إثبات تصميم الطرفين وقدرتهما على التصدي معا للتهديدات الأمنية والحفاظ على السلام والاستقرار في العالم والمنطقة. توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات قيمتها 7 مليارات دولار لمدة 3 سنوات. وقال صندوق النقد الدولي في بيان صحفي أن البرنامج الجديد الذي يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق يتعين أن يساعد باكستان على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولا ومرونة، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية. كانت باكستان وصندوق النقد الدولي قد وقع على حزمة الإنقاذ في شهر يوليو من العام الماضي بهدف دعم إسلام آباد في التقلب على واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد، والتي أثارت من مخاوف احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها الخارجية. لقي 22 شخصا على الأقل حتفهم معظمهم طلاب، وأصيب عشرات آخرون بعد انهيار مبنى مدرسة من طابقين في ولاية بلاتو وسط نيجيريا. وقالت وسائل الإعلام نقلا عن متحدث باسم الشرطة أن 154 شخصا حوصروا تحت الأنقاض، وتم إنقاذ الجميع باستثناء القتلى ونقلهم إلى مستشفيات قريبة، مشيرة إلى أن معظم الضحايا من الطلبة وموظفي المدرسة. ختاما سيداتي سادتي، لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. الاحتفال بتخريج الدفعة 36 والذكرى 30 لبدء الخدمة الوطنية. فخامة الرئيس السياس أفريقيا يفتتح معرض الذكرى 30 لتأسيس الخدمة الوطنية. كلية الدقيح للتجارة والعلوم الاجتماعية تخرج دفعة جديدة من طلابها.
كوريا الشمالية تقول أن إعلان الناتو يحرض على حرب غامضة جديدة. بكين تجري تدريبات عسكرية مشتركة مع موسكو. اتفاق بين باكستان وصندوق النقد الدولي على حزمة المساعدات. حتى جديد اللقيا تقبلوا أجمل التحيات وأطيب المنى.